الو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن ان انت في المكان المناسب ولا مش في المكان المناسب. يعني انت مع الشخص اللي حاسس فعلا ومقدر قيمتك ولا لا؟ مقدر قيمتك يعني مقدر قد ايه انت بتدي في العلاقة دي، كل حاجة، من حب، من اهتمام، من احترام، من تقدير، كل ده، من ان انت بتفكر في اللي قدامك كويس قوي في كل حاجة في حياتك، عامل حسابه، حطه في اولوياتك ولا لا. وتلاقي طرف تاني مش مقدر اي حاجة انت بتعملها، ما بيهتمش، ما ما بيديش اي حاجة، اناني في كل تصرفاته. فلا، انا لقيت واحد اناني، الطرف التاني اناني بالشكل ده، اجري. ما بيهتمش، خلاص انا بدي كل حاجة، ما بيهتمش. اصل دي مشاعر يا جماعة. يعني انا دلوقتي واحد ما بيهتمش بيا، هاجي اقول له لو سمحت اهتم بيا؟ هو مش حاسس نقول له ايه؟ حس يعني البعيد ما بيحسش، خلاص نصيب من الاخر. هو مش بيحس، مش حاسس مشاعر، هنجبره؟ هنقوله بالعافيه؟ هو مش ابنك هتاكليه اكله غصبا عنه؟ لا، هو مشاعر، مشاعر. وبرده انت كمان ما ينفعش ان انت تقول لي هي لازم تحبني غصبا عنها، لا. هتهتم بيك يبقى حباك من الاخر. هي مش حباك فبالتالي ما بتهتمش اصلا، فما بيطلبش. ده ما بيطلبش كده بالعقل كده. خلينا كده ايه، واضحين وصراحه مع بعض، ده ما بيطلبش. خلاص لقيت الشخص ده كده ما بيهتمش، اتكل على الله واقفل الباب ورايا، سواء البنت بقى او الولد. طيب لقيته اناني، الشخصيه اللي انا معاها، او لقيتها انانيه، فاتكل على الله كده واقفل الباب ورايا وامشي. ده حد معتمد ان هو عايش في العلاقه لوحده. خلاص عيش لوحدك بقى كده، صلنسيه كده مع نفسك، وايه، وما توجعش قلبنا وقلبك معايا من الاخر كده. خلينا ايه واضحين وصراحه مع بعض. اجي مثلا حد بيدور على اخطاء ويعدها لي، فلا، ده واحد جاي يعد الاخطاء، فانت مين غلط ومين صح، ما بيدورش انه يحل. ده انت لقيت مشكله فنقعد نحلها بمنتهى البساطه، مش المهم مين فينا طلع الغلط، لانه احنا وارد ان احنا الاتنين لازم هنبقى غلطانين، كلمه مني على كلمه منه، مش هنسكت غصب عننا، هنتنرفز، هنقول حاجه بمنتهى البساطه. انا حد بيعدلي الغلط وحد اناني مثلا، فلا، اتكل على الله. حد مثلا تاني، خلينا نقول ان هو كل اللي بيعمله ان هو كل الحاجات اللي انا قايله انها بتضايقني هو بيعملها، ما بيعملش حاجه غير ان هو كانه قاصد انه يعملها كمان. فلا، هو انا يعني جايه مثلا اتخطب ليك عشان ت... الشخص ده يعني تعمل فيه كده؟ لا، هو جاي يتخطب ليك عشان انت ما تعملش فيه كده، عشان انت تريحه. هو بيقولك 1 2 3 بيضايقوني، تروح انت رايح تدور على 1 2 3 فتعملهم عشان تضايقه؟ فليه يعني؟ يعني الحياة جميلة وحلوة، احنا كده مش مع الناس الصح من الاخر. فخلينا كده، معلش، هي مرارة واحدة مش 100 مرارة هتتفقع. وغير كده وكده في امراض كتير بتيجي بسبب الحاجات دي. طب ليه مفيش حاجه اسمها بقى بعافر؟ اصله هيتعلم ايه؟ يتعلم انه يحبك يا حبيبتي؟ مفيش. انت كمان هتتعلم ايه؟ اصلها مش هتبقى انانيه، هي انانيه يا بابا، خلاص. اجري حبيبي، مستني ايه؟ متوجعش قلبك، اجري. هي واحده انانيه بتفكر في نفسها، فخلاص، بمنتهى البساطه كده. خلينا نفكر احنا في المكان المناسب ولا لا. خلينا واضحين وصراحه مع بعض. احنا عاملين فترة الخطوبة دي عشان ايه؟ نبقى عارفين احنا مناسبين لبعض ولا مش مناسبين لبعض. الشخص ده مقدرني وفهمني وهرتاح معاه ودماغه مواجبة دماغي والدنيا لطيفة وظريفة، هنكمل. انما انا مش في المكان المناسب اصلا مع الشخص ده، انا في العلاقة دي مش مع الطرف الصح، فخلاص اجري ادور على الطرف الصح. ليه اعافر مع واحد؟ هي خلاص، هي في حاجات كده موجودة مش هتتغير. خلاص عيشوا بقى وحبوا بقى الحياة وحبوا نفسكم كده شوية. حبوا نفسكم، ما تتصربعوش على الجواز وخلاص.
يعني هما اللي اتجوزوا بسرعة يعني خدوا ايه؟ بيضربوا نفسهم بالجزم والشباشب دلوقتي على فكرة. فعايزين ننبسط كده. ماشي، باي باي.